بسم الله. السلام عليكم. كما تشوفون الخوت مشاهدينا الكرام، اليوم تنتواجدوا اتجاه ديال الحد ولاد جلول مع السيد رشيد اللي غوتنا من الحد ولاد جلول دوار ولاد عمر اقليم قنيطره بتاريخ 22 شهر 10 2023. تنجيو على هذا السيد سي رشيد اللي غوتصل بنا على المشكل ديال الخيانه الزوجيه اللي هو يشرح لنا دابا في الموضوع ديالو. السلام عليكم سي رشيد، عطينا واحد الكلمه واحد التصريح ديالك. شوف رشيد خويا، ما تبكي والو، الله يرحم والديك، هضر معنا، عطينا واحد الكلمات المفيد اللي عن المشكل اللي وقع لك مع الزوجه ديالك. شنو المشكل؟ اشرح لنا شنو هي الخيانه. هاد المراه هادي اللي وقع لك مشكل، عطينا كل شيء بمعطيات اي حاجه. هاد المراه هادي موفر لها الدار، موفر لها السكن، خدام انت، كلشي عطينا شي كلمه. كلشي تشوفوا معايا موفر لها كلشي. لا شنو وقع لك؟ شنو انت عطينا. وقع لي انا بزاف ماشي شويه، بزاف. يعني انت شحال من عام مجوج؟ حنا شفنا التاريخ وتلقى مرا خاينه 2016 اللي مجوج بها مده دابا 17 عام، وقع لك مشكل دابا وقع لك في 2021 دابا، يعني 3 سنين قلهاش اللي وقع لك مشكل ديال الخيانه الزوجيه، ووصلتي معها الدعوه. عطينا الكلمه باش وصلت معها الدعوه. شنو المشكل؟ ولكن ما تعين لنا حتى جلسه في المحكمه، حتى جلسه لا. والسيد عاد ما كيجيوناش، والدواسه كيدوزو في الجلسات. مشى هذاك الحقوقي اش غيدير؟ مشى جاب شاهد باش يشهد. لا، المشكل ديال المراه ديالك اللي انت مجوج بها وعندك وليدات معاها، باش لقيتها يعني خيانه زوجيه، واش لقيتها في الدار؟ واش قالوا لك عاودوك؟ واش حصلتيها؟ لا ما قالوليش. شنو المشكل؟ اشرح لنا شنو المشكل، عاودنا شنو كاين. انا بقيت متبع هذاك الشيء، تبعت داك الشيء، لقيت داك الشيء صحيح. كنقول مرتي راه مريضه، كتقول لي انا مريضه، كنقول بصح ما عندي هنايا. ديت المختبر، دار التحاليل. يعني انت تخرج تخدم، انت فلاح؟ ما تنريحش. وكاين انا بحال البو، كنمشي لصداقات كيعرضوا عليا الناس، كنخليها بوحدها. يعني كان عندك واحد الثقه كبيره فيها بزاف. اليوم اي واحد يثيق في مرته. اليوم غدراتك، اليوم غدراتك بزاف. انا حنيت عليها وهي ما حناتش. شنو تحس دابا انت بالمشكل ديالك؟ كنحس بالغضب لداخل. والحمد لله دابا شوف، الحمد لله هي دابا هي ما خانتكش، انت خانت راسها. نعم بالله. وحنا الحمد لله ما هادشي هذا ماشي تيفرح ولا تيضحك. يعني هادشي راه حشومه، عيب وعار. يعني اي امراه اللي تخون يعني الراجل ديالها، هادشي ما خصوش يكون لا راجل لا امراه. حنا فهمتي. واليوم يعني وصلتي معها لعند رجال الدرك الملكي ديالكم ديال بالمنصور. لا مشيتي انتم مكتوب على الحد بالمنصور. انتم الحد ولا جلول؟ حد ولا جلول. الجماعه ديالكم بالمنصور. الجماعه بالمنصور دوار ولاد عمر. ايه. مشيتي صرحتي باللي المشكل هي مشى على الجدار، مشيتي انت وياها ولا شنو المشكل؟ مشيت انا وياها. وهي اعترفت ولا ما اعترفتش؟ ما قدام امام لا جوده. اعترفت عند رجال الدرك الملكي. وتصنتوا لرجال الدرك الملكي؟ تصنت لا جوده. ويعني والمقدم ديالكم هنايا تا هو عاورس. قال لك كاين شي قالت له يدخل لي 3 الخطرات. تصنت له تا هو. والسيد اللي حصلتيه تا هو الدوار ديالك؟ واخويا ماشي عاود الدوار، يعني صاحبي وخويا. كان تيدخل ودير فيه الثقه. انا كنت عايش معاهم في الدار. كنتي مهرب؟ لا مو باهم عايش معايا هنا. واليوم لقيتيه مع الزوجه ديالك؟ اليوم هذا الشيء راه غريب. هادشي حشومه عيب وعار لهذا المشكل اللي تيوقع. هادشي راه حنا الحمد لله، حنا اليوم بلاد الحق وبلاد القانون. وكاين عندنا الشعار ديالنا الله الوطن الملك وعاش الملك. واليوم راه حنا عندنا الثقه في القضاة وعندنا الثقه في المحكمه الموقره، وتنطلبوا هذا السيد هذا هاد الرساله توصل. وشنو المشكل ديالك انت؟ شنو بغيتي من النيابه العامه ومن المحكمه؟ انا طالب سيدنا، انا من يوم تجهلت للرباط حتى تحقرت. انا كون ما تحقرت ما تجهلتش الرباط. واش انا مرتي عندي هاد البريقال ونقول لها قولي امشي معاها حتى الجدارميه، امشي معاها حتى البريقال ونقول لها قولي. تصنتوا لك رجال الدرك الملكي قدموكم للمحكمه؟ ما قدموكمش المحكمه؟ ما قدموناش. دابا شنو نطلب من النيابه العامه ومن المحكمه الموقره؟ كنطلب انا النيابه العامه تدخل في هذا الشيء. واش انت دابا باغي تنازل، باغي تسمح ولا باغي تتابع؟ ما نسمحش انا. يعني باغي الا كانت الدوله كتسمح في الايجار انا ما كنسمحش فيه. انت باغي تاخذ حق ديالك؟ الايجار بالمساعده قدام عيني وتشوف.
ونديروا لها خبره طبيه وطلبت منه وكان عيجيب لها جودان وقال له عبد الله ما نجيبوهاش هذا الحقوقي قالوا لا ما نجيبوهاش خليني تنشوف واش غندير يعني الحقوقي فين شي درتي شي والدوسي قاعد هنايا 6 شهور عاد دفعوه من يدفعوه فين غيمشي لدوز على قنيطره وغيمشي لبن سليمان هذا الدوسي ديال الاعتراف هاد الزوجه ديالك هي منين هي اصل ديالها من منين بن سليمان من بن سليمان ايه يعني تزوجتي بها مده تبع 17 عام ومهلي فيها يعني الحمد لله موفر لها كل شيء الضوء والماء الثلاجه يعني جميع ما يكون شفتوا امام عينيكم انا راجل وشفتوا امام عينيكم الوليدات عندك من وليد جوج بنيات يعني تيقراو ما تيقراوش ما محطوطينش حتى في الحاله المدنيه دابا في حق علاش انا ما حطيتهمش في الحاله المدنيه علاش شحال في العمر ديالهم علاش ما حطيتهمش في الحاله المدنيه شحال كنت نعس في الطبيب بزاف كنت داير الطبيب بزاف الوليدات شحال في عمرهم سي رشيد الوليدات عمرهم وحده شي 6 سنين وحده شي 5 سنين يعني واحده 6 سنين واحده 5 سنين ما مدخلهمش في حاله مدنيه. لا علاش ما دخلتهمش كانت عندي بزاف ديال الدوايات وانت دابا عندك الجواج عندك الكاريط عندي العقد كلشي ديالها الحمد شفنا لله. حنا قرينا عندك الوثائق كامله موثق انت والحمد لله كلشي الحمد لله السبب ما دخلتهمش هي كنت كندير الطبيب ها هما الوراق عندي التحاليل ديالها وكلشي ها هما دابا انت راه امامكم دابا انت من بعد تعرضتي للخيانه صافي يعني استي بزاف ما ودابا بقيت نقدر حتى نخدم ودابا كطلب الانصاف ديالك. صافي انا كنطلب هاد السيده كنطلب تطلب الحق ديالك من العداله يجيبوها وهاد السيده اللي ما اعترفتش امام العداله انا يربيهم انت دابا باغي المواجهه انت وياها دابا تطلب من المقابله انت والزوج ديالك